يا صباح الخير أو مساء الخير عليكم حسب الوقت اللي بتسمعوني فيه. أنا عمرو خاطر ودي سكة سفر. أهلا بيكم في محاولاتنا للكنسلة رقم 3. النهاردة معانا تاني في البودكاست حد عزيز عليا أنا شخصيا. معانا فينوس نسرين سالم، وزي ما عودناكم إن احنا هنعمل الجزء التاني من الحلقة بتاعة الثقافة الجنسية. أي نعم اتأخرنا بتاع حوالي سنة، بس الجزء التاني نزل. ازيك يا نسرين؟ ازيك يا عمرو، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. جاهزه للكنسله؟ جاهزين، يلا بينا. cancel hard or go home. طيب، زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه ان الحلقه دي عن الثقافه الجنسيه. في الحلقه دي يا جماعه بلس 18. اول سؤال: ازاي نتكلم عن الجنس اصلا، ومع شريكنا ومع اولادنا مثلا لما يجي الوقت المناسب؟ اوكي تمام. ازاي نتكلم مع شريكنا بمنتهى الصراحة ومنتهى يعني التفتح. تمام. احنا مشكلتنا كتير من الأوقات إن احنا مش بنتكلم عن احنا عايزين ايه وعايزين نحس بإيه. للأسف معظمنا بياخد ثقافته الجنسية من الويب سايتس الإباحية، البورنوغرافي. اوكي، والحاجات دي يا جماعة مش هو ده السكس، مش هو ده. يعني it's not normal إن الواحد ياخد ثقافته من حاجة not normal. تمام. يعني هو احنا طبعا الناس بتتجه للبورن من احتياج، لأن هم بيبقوا مش عارفين، ما حدش راضي يتكلم معاهم في حاجة، والناس خايفة تتكلم، الناس خايفة تقول حاجة، خصوصا لو حاسين إن الحاجة اللي هم بيحبوها ممكن تكون المجتمع شايفها abnormal، غير طبيعية. مع إن يا جماعة عشان تبقوا عارفين كل حاجة طبيعية في الجنس طالما الموضوع consensual بين adults. اوكي، فهم دول الشرطين: ان يكون الممارسين الجنس كبار، يعني فوق ال 18، وان كمان يكونوا consenting، يعني اللي هم موافقين وراضيين وعايزين الحكايه دي. اوكي، ما فيش حد under age، ما فيش حد مغصوب عليه، الكلام ده كله. فطالما الشرطين دول متوفرين يبقى ما فيش اي حاجه تمنع ان الواحد يتكلم فيها بمنتهى الصراحه، وان الواحد يعبر عن نفسه، لان كناش هنعبر عن نفسنا في حاجه فطريه بالمنظر ده، يبقى اكيد احنا مش بنعبر عن نفسنا في اي حته في حياتنا، ماسكين نفسنا في كل حته. فبالتالي دي طبعا بتاثر علينا نفسيا و يعني emotionally و sexually وكده. فلا نتكلم. وبالنسبه ازاي نتكلم مع اولادنا، اهم حاجه لازم تتقال للاولاد ان هو لازم يحسوا بالامان ان هم ييجوا يتكلموا معاك. تمام. يعني كتير من الاهالي عشان هم ما حدش كلمهم في الموضوع ده، فبالتالي ما عندهمش اللغه، ما عندهمش الفهم ازاي يتكلموا مع اولادهم. فبالتالي عارف ان عامل تحط راسها في الارض، مش عايزين نفكر في الموضوع ده، مش عايزين نتكلم فيه، لا احنا مش ما نعرفش، ما عندناش الثقافه احنا نتكلم فيها. ف and actually by the way ان الواحد يقول الكلام ده لاولاده برضه كويس، برضه يعني خطوه كويسه، اللي هو يا ابني يا بنتي انا ما حدش علمني الحاجات دي، انا للاسف اتعلمتها عن طريق الصدف او عن طريق الحياه وعن طريق الغلط يعني اللي هو زي ما بيقولوا بالتراي اند ايرور، بنجرب ونغلط لحد ما نعرف ايه بالظبط. فبالتالي انا يعني I put my hands down واقول انا ما اعرفش، بس اللي انا اعرفه ان هي حاجه مهمه، واللي انا اعرفه ان هي حاجه لازم الواحد يبقى عنده الشجاعه يتكلم فيها، لان احنا دلوقتي علاقاتنا علاقتنا بتتكسر في كل حته. احنا يعني to keep a relationship اصلا to find a relationship is difficult، to keep a relationship والsexual component مهم جدا في الريليشنشيب. عشان كده احنا يعني العلاقات falling apart، يعني نادرا ما تلاقي حد لسه inside the same relationship for a long time. ودي عامل من العوامل ان ما فيش تكافؤ جنسي، او ما فيش ان ما فيش تكافؤ جنسي. ده طبيعي على فكرة. اللي مش طبيعي بعد كده ان احنا ignore it، ان احنا we don't get help، لان في طرق وسائل ان الواحد يقدر يقصر المسافة ما بين العلاقة الجنسية. يعني احنا لو مش compatible، بس في طرق
تساعدنا ان احنا to become compatible. بس عشان خاطر الواحد ياخد الخطوه دي اصلا لازم يبقى عنده الشجاعه انه يتكلم فيها الاول. بالظبط. احنا لا، عشان نعترف ان في حاجه يبقى لازم نكوميونيكيت، ان الطرف التاني مثلا يكوميونيكيت ان في حاجه ناقصاه بالظبط. او هو محتاج حاجه. انت عارفه احنا كنا عملنا استبيان مخصوص عشان الحلقه دي، فاحنا جالنا 531 رد لحد دلوقتي يعني كاونتنج. فبالنسبه للناس بتجيب معلوماتها منين، في 85% قالوا من الانترنت. انا كنت عامله مالتيبل تشويس، فعشان كده لو جمعتوا النسب وطلعت اكتر. وفي ناس قالت من 25% قالوا من الكتب، 38% قالوا من صحابهم، 9% بس قالوا من العيلة، و15% قالوا من المواقع الإباحية. طب كويس ده 15% بس انا متوقعه برضو ان ما اعتقد ممكن الناس اختارت الانترنت اللي هو 85% هو معتمد ان ده جزء من الانترنت. ف... فده بالنسبة لازاي نتكلم في الجنس اصلا. طب اول حاجة او تاني حاجة ممكن نعملها او محتاجين نعرفها، ازاي اكوميونيكيت احتياجاتي وايه اللي بيبسطني وايه اللي ما بيبسطنيش مع شريكي، وازاي برضو اسمع منه هو محتاج ايه. لان برضو من ضمن الاسئله اللي جات لنا ان في واحده متجوزه بقالها 17 سنه ومكسوفه تطلب من جوزها حاجات عشان ما يقولهاش انت عرفتي الحاجات دي منين. احنا عندنا ستيجما عن الثقافه الجنسيه، لو في خصوصا في جانب الستات، اللي هي لو عارفه هي عايزه ايه، طب انت عرفتي الكلام ده منين، يبقى انت اكيد مش كويسه. انا بكلمك من الواقع الموجود. I know. وانا مش مستغربه، انا زعلانه. بص نرجع تاني، اهم حاجه في الكوميونيكيشن ان احنا نشيل الشيم. شيم يعني ايه بالعربي؟ خوذي او عار. تمام. يعني شوف الكلمه دي جامده ازاي، خزي عار، اللي هو يعني في وقت بنات هيحصل وفي حاجات كده افلام هندي انا عارف. هي فعلا افلام هندي، عاملين افلام هندي على ولا حاجه. احنا مش بنتفرج على الافلام الهندي دول ده راح وجه وفيلم 3 ساعات ودي. احنا فعلا عملنا كده around 6. اوكي لان let's look at the truth, the basics, the facts. كلنا بنمارس السكس بلا استثناء. كلنا احنا شخصيا جينا عن طريق السكس، مفيش حد جه عن طريق حاجه تانية. اوكي فبالتالي ما هياش حاجة نقدر نهرب منها أو حاجة إن إحنا ignore it يعني hope for the best وكلام ده. we have to get realistic، لازم نكون واقعيين. لا، وبعدين هي غريزة أساسية موجودة وغير كده أصلا بيولوجيا مهمة لبقاء الحياة. يعني هي ليها function. two functions بالظبط. it has many functions actually. إحنا في الكالتشر بتاعنا إحنا limited it للخلفة بالظبط، عشان كده حاطينها بس إن هي تحصل بعد الجواز. في حين مش هنضحك على بعض it's happening all the time outside of marriage كمان. تمام. الناس بتتخبط في الضلمة ومش تتكلم عشان هي بتعمل حاجات غريزية، بس في نفس الوقت المجتمع بيقول لها لا ده عيب وحرام وخزي وعار الكلام ده كله. فإحنا لازم نغير الكوميونيكيشن حوالين الموضوع ده يا جماعة، لأن إحنا كل اللي إحنا بنعمله إن إحنا بنورث العار ده وبنورثه على إنه عار، في حين إنه هو مش عار وغصب عنك. حتى لو أنت شايفه عار خليك أنت مع القافلة أو خليك أنت مع اللي بيعوي، القافلة هتسير كده كده، واللي هيحصل تغيرات في المجتمع إحنا مش فاهمينها، أو حاصل already تغيرات في المجتمع إحنا مش فاهمينها لأن إحنا مصرين إن إحنا ما بنبصش على أهم العوامل اللي في العلاقة. بالنسبة للست اللي أنت اللي هي بقى لها 17 سنة مش قادرة تقول هي تحب إيه لأن جابت الكلام ده منين، يعني ده يوريك قد إيه الخزي والعار أصل فينا بالذات كستات. إحنا الستات بنتعامل على إن إحنا we are best receivers، ملناش أي رأي في الموضوع، مع إن الموضوع بيحصل لنا وإحنا يعني جزء منه، وإحنا برضو عندنا غريزة وعندنا احتياجات وعندنا مشاعر، يعني إحنا نص الموضوع يا جماعة.
ونصه مهم على فكرة. فخصوصا في العلاقات يعني heterosexual. فبالتالي ازاي الست هتعرف منين؟ الست تعرف، ما الست هتعرف زي الراجل، هتروح تدور برضو بره، تدور على مواقع إباحية، إنترنت، كتب، بتاع، تتكلم مع أصحابها. it doesn't matter. إحنا هنعرف مين؟ هنعرف. إحنا مش يعني احنا مش عايشين في الوضع اتغير تماما دلوقتي، اللي هو مصادر المعلومات بقت غير محدودة، اللي عايز يعرف أي حاجة هيعرفها. فالموضوع بالظبط، فالموضوع بالنسبة لها أكتر اللي هو هي خايفة هيتقال عليها إيه، خايفة هو رأيه هيكون فيها إيه. ده يقول لي إن هي مش بس في العلاقة الجنسية ما بينها وبين جوزها، بس في حتت كتير في حياتها برضه هي مش قادرة تعبر عن نفسها، وتيجي على نفسها كتير، ويعني I wonder, I question her own mental health، إن هي عايشة بطريقة تخليها تخاف إنها تعبر عن نفسها. أول حاجة أقول لها ما تخافيش، عبري عن نفسك، كلمي أنت عايزة إيه، ده جسمك ودي حياتك ودي متعتك، أنت كمان أنت ليكي في المتعة زي وزيك، من أنت مش أقل. sex it should not be happening to you, it should be happening with you. أوكي، لأن برضو الست لما بتبقى مبسوطة الراجل بيبقى مبسوط. بالظبط. تمام. في الجنس الست والراجل بيبقوا محتاجين حاجتين مختلفين. اوكي، الست محتاجه تحس بالامان، ان هي she's safe، فبالتالي محتاجه ان هي تحس ان هي تقدر تعبر عن نفسها وتقول هي عايزه ايه، وتقول ايه الحاجات اللي بتحبها والحاجات اللي مش عايزاها وكده. والراجل كل ما يتقبل ده ويسمع لها، كل ما يحسسها بالامان، وهي كل ما تحس بالامان كل ما تستمتع اكتر، وهي لما تستمتع اكتر الراجل يستمتع اكتر. تمام. it's a no-brainer and everyone is a winner. فده الست محتاجة الأمان. الراجل محتاج يحس إن هو he's fulfilling his woman's desires or his partner's desires. تمام. يعني هو he gets off on her getting off. He gets desires لما يشوفها هي كمان desires. مفيش راجل هيحس بحيويته لما يحس إن مراته مش طايقاه، أو إن هي مش عايزة تنام معاه. بالعكس، هيبقى كل ما هي تبقى عايزاه كل ما هو كمان غريزته هتتقوى، وكل ما علاقته بالجنسية تبقى أحلى وأقوى، وعلاقتهم هم كراجل وست ومتجوزين برضه بتبقى تاخد ليفل تاني خالص في التعبير، في المشاركة. الليفل للأسف مش منتشر قوي، أو مش يعني لا مش موجود. وبعدين في رجالة كتير للأسف مش واخدة بالها من النقطة دي. هو بالنسبة له مثلا لو هنتكلم عن منظومة الجواز في مصر، هو بالنسبة له لا، أنا دافع كتير قوي، ما ينفعش حد يقول لي مش عايز أو لا. يس. وفي ناس كتير أصلا للأسف برضو بتبقى مش متخيلة إن الستات يعني عندها رغبات وعندها تفضيلات معينة. لا، هو بالنسبة له لا، هو إحنا اللي عندنا الكلام ده، أنتوا عندكوش الكلام ده. لا ده مش صحيح. الست عندها، وعندها يمكن أكتر من الراجل، وده يخوف الرجال على فكرة. ليه مجتمعاتنا ركزت قوي على الست، ركزت قوي على كنترول الست وجسمها وايه اللي يتشاف وايه اللي بيتشافش؟ لان الست بطبيعتها وايلد، بس الست بطبيعتها فلويد، وتحب to express herself، وتحب ان هي to show her femininity. she's a feminine زي الراجل بالظبط، ما بيحب show his masculinity، رياضة وقوة وكلام وكده. الست برضو her expression of femininity is to be sexy, to be wild, to be free. تمام. فبالتالي المنظمات كلها ركزت قوي على ان الست جسمها مش بتاعها، يعني الست جسمها ممكن يجيب عار وخزي للأسرة والعيلة والمجتمع. ويعني وهكذا، يعني احنا مش هنقلب حركة نسوية، بس يعني معروفة، يعني مش محتاجين نتكلم فيها. طيب الستات تكلم جوازهم ازاي او شريكهم ازاي وتقول له هي عايزة ايه؟ يعني تجيبها له ازاي؟ بصوا، هي أنا عايزة أشرح كمان very explicit and graphic way of resetting your sex life النهاردة في الحلقة. بس غير كده كمان، إحنا إزاي الست تتكلم مع الراجل؟ invite him، قولي له
كلمني انت عايز ايه، what are your fantasies، انت بتحلم بايه، تحب ان احنا نعمل ايه اللي يهف عليك. تمام. وهي تسمع له وتقول برضه من عندها، تقول له مثلا في بداية الconversation أحب إن إحنا نتكلم عن حياتنا الجنسية، أحب إن أنت تعبر لي عن اللي أنت عايزه وأنا أعبر لك عن اللي عايزاه. وعلى فكرة إحنا الحمد لله أجيالنا دلوقتي، أوكي سيبك من الديناصورات مع كل احترام الديناصورات، بس الحمد لله في الأجيال دلوقتي طالعة بتفهم، طالعة فاهمة الموضوع ده كويس، مش مخلية برضو أجواء الديناصورات دي، يعني بتسأل أسئلة صح، بتدور على الأجوبة، وفاهمة برضو إن المواقع الإباحية مش هي دي يعني دي فانتسي، ده عالم ملهوش أي صلة بالواقع. تمام. فالحمد لله أنا مطمنة يعني إن الناس ابتدت إنها تتكلم، ابتدت إنها تشوف إن فعلا من حقها إنها تتكلم. بس يعني لو مثلا الراجل والست اللي في العلاقة مثلا communication بتاعهم مش قد كده، دي ممكن تبقى تعمل مشاكل. تمام. فانتوا محتاجين اول حاجه تركزوا على الكوميونيكيشن بتاعكم، انتوا بتتكلموا ازاي، هل بتعملوا safe space ان انتوا تعرفوا تتكلموا وتسمعوا لبعض كويس؟ اوكي. هل في اخذ وعطاء في الكلام، هل في understanding، هل في empathy؟ تمام. وعلى فكره الكوميونيكيشن ده ما هواش سكيل احنا مولودين بيه، يعني دي احنا اوكي عندنا بقى body language والكلام ده كله، بس نادرا ما هتلاقي حد اصلا بيفهم يعني ايه اسمع. معظم الناس بتسمع عشان خاطر ترد او بالظبط، او ان هي مش تعبر بيسمع عشان ياخد المعلومة. أنا بسمع بجهز نفسي هقول إيه. هكبسهم ازاي، او يعني عارفه. أيوه فاهمني. فلا ما ينفعش ان relationship، ان intimate relationship الطريقه دي ما تنفعش. انت لازم تسمع عشان تفهم your partner جاي منين، او يعني ايه العالم اللي مراتك او جوزك فيه، عشان خاطر تفهموا وجهة نظرهم، عشان تتقارب وجهات النظر، عشان ما نزعلش من بعض، عشان مش كل حاجة مثلا يقولها أو هي تقولها أخدها بمغزى غلط تعملي triggering. تمام. فأول حاجة لازم نعرف إن إحنا نتكلم full stop، نتكلم على حاجات الهبلة اللي هو عملت شوبينج، طلعت الزبالة، أكلت العيال، حاجات البيسك نعرف نتكلم فيها. بعد كده عشان نعرف نتكلم على الحاجات الكبيرة وفعلا نعمل space container safe container إن إحنا نعرف نتكلم مع بعض، ويعني ما نعملش من الحبة قبة. اللي هو يعني في البداية اتكلموا عن يومكم يا جماعة، مش اللي هو يومك كان عامل ازاي، كان كويس. بالظبط، كان ايه اللي كويس فيه. اوكي. ولما تحكي لي هل انا بشاركك النجاحاتك او يعني frustration بتاعتك، انا بسمعك فعلا، هل انا فاهمه، ولا انت هتقولي انا يومي كان صعب اقول لك طب ساعدني النبي في دي، انا كمان يومي كان اصعب من يومك. عارف competition story topping، مين اللي كان بيعاني اكتر، مين المنافسه بطريقه عجيبه. لا دي موجودة في كل حاجة. اللي هو مثلا تيجي تقول لحد والله أنا حصل لي كذا، ده أنا حصل لي كذا وكذا وكذا، ده أنا مثلا صباعي اتقطع، ده أنا رجلي وإيدي واتقطعوا. فاهمة اللي هو إيه؟ تحس إن هي كومبيتيشن في الميزري، مين اللي عنده مين اللي عنده حاجات أكتر. طب نرجع برضو لحتة الكوميونيكيشن، هربطها بسؤال جالنا، أعتقد إن هو جالنا من راجل. هو بيقول لو أنا عندي فتش ده يخليني ويرد؟ نو، يخليك طبيعي 100%. لا في ناس بتخاف حتى يعني احنا بنتكلم ان الكوميونيكيشن البيزك مش موجوده، اللي هي الحاجات الاساسيه مش موجوده. فالناس اللي بقى عندها فتشز معينه او حاجات معينه، تفضيلات معينه، بيخاف اكتر يتكلم عنها. بالظبط. ويعني للاسف بعد كده الناس اللي عندها احتياجات معينه زي fetishes زي كينج BDSM الكلام ده كله، والكلام ده كله طبيعي على فكره، دول الناس بحس ان هم اللي بيحصل ان هم بيخشوا جوازه traditional عشان يخبوا الشخصيه دي، ويدعوا ان هو الموضوع ده يطلع منه، ان هو كانه عفريت وعايزين يصرفوه. تمام. بس ما بيتصرفش، متجوز 30 سنه ما بيتصرفش. طب اعمل ايه؟ اللي بيحصل ان الناس ممكن ان هي تروح يعني underground، او انها تدور على حد تاني
to satisfy يفulfill النيد دي. والتالي دي بتأثر طبعا على العلاقة نفسها، على العلاقة الأساسية. وغير ده كله، ليه تعيش نفسك في العذاب ده كله؟ تمام، يعني الجنس ده متعة، فتش مش فتش، متعة، pleasure. That's the whole design of it. And then you get to do something really fun and really creative and also very spiritual. Okay, sex can be the most spiritual experience between two people who are really there together in it. تمام؟ فأول حاجة طبعا أنا فاهمة إن ساعات بيبقى واحد في علاقة مع حد مش فاهم يعني إيه BDSM أو يعني إيه كينج، واللي ما بيفهمش فيها بيعملها غلط، بيعملها إن هي حاجة عيب وحاجة حرام وحاجة أوفر أو حاجة اللي هو depraved، يعني اللي هو pervert، انحراف جنسي. فاهم قصدي؟ ما هياش انحراف جنسي يا جماعة. It's not. It's way more common إنها تبقى انحراف جنسي. عايزين الانحرافات الجنسية هنقول التحرش بالأطفال. احنا زي ما احنا قلنا الشرطين الأساسيين إيه؟ two consenting adults بس، دول الشروط. يكونوا adults، 2 كبار عاقلين وموافقين. بالظبط، دي أهم شروط بس كده. أي حاجة بره الحكاية دي هي دي الانحرافات الجنسية. بالظبط. أوكي، خلينا يعني this is the rule. فأنت لو في علاقة مع حد هيحسسك أو هي gives you shame ومش متقبل أصلا الموضوع، فأنت في العلاقة الغلط. You need to get out and find someone who understands it. وعلى فكرة فيك يعني you're more common than you think. بس هي المشكلة ما فيش حد بيتكلم. بالظبط. بس actually احنا كده بنتريق على الموضوع ده. كينك وفاتش دي بقت mainstream، كله بيتكلم عليها. تمام. وحتى احنا لما بنتكلم على sex toys، ما sex toys دي kink. We all love sex toys. ممنوعة في العالم العربي. في العالم العربي. بس الناس بتتصرف على فكرة. لا، الغريب أنا كنت بروح مثلا أشوف في دول معينة موجود escorts في الشوارع بس السكس تويز ممنوعة. وده يوريك قد ايه احنا مش فاهمين يعني ايه سكس، ومش فاهمين الغريزة السكشوال انستنكت دي عبارة عن ايه، وعاملينها ان هي حاجة عيب وحاجة حرام. وفي نفس الوقت we have prostitution we have escort services، عندنا الكلام ده كله، بس اللي هو يعني هو موجود underground بس بنغض النظر عنه. هو مش underground. لو الناس العالم كلها هو الفكرة ان هو مش على الورق مش ليجل، يعني هو على الورق مش ليجل بس موجود. مع ان مثلا السكس تويز ممكن تبقى حاجة بديل آمن جدا، سيف جدا، يقلل الأمراض ويقلل الحاجات التانية ويمنع حاجات كتير جدا، بس لا ما تدخلش عندنا. أنا مش قادرة أفهم العقلية دي، بس أنا فاهمة إن هي موجودة. بس you know روحوا أوروبا هاتوا سكس تويز ورجعوا يعني بيتمسكوا في المطار. طيب نسين، ازاي حد داخل على تجربة جنسية لأول مرة يكون متوقع ايه ويتعامل ازاي؟ يعني ازاي نمارس الجنس لأول مرة؟ تمام، سؤال جميل جدا جدا. أول حاجة أنا أشجع كلام مع your partner قبل ما تخوض التجربة دي. تمام. okay. وأنا ممكن دلوقتي أوصف يعني the ideal first experience. Okay. Is that okay? warning anyone who مفيش حد عايز يسمع حاجة explicit. Okay. خلاص يا جماعة، ده تحذير إن الموضوع الجاي هيبقى بلس 18 أكتر، يعني بلس 21 25. عايزة يبقى اوكي. لو حد بيتضايق ممكن يسكيب ال5 دقايق ولا 6 دقايق الجايين. absolutely. على فكرة الكلام ده كمان يعني مهم جدا حتى للمراهقين، يعني كانوا على 15 14 15 16 مشرتك على بعض السن ده you're sexually developing, you are looking at people different. بص يعني كراجل تبتدي تبص على بنات، تبتدي الشهوة عندك تتحرك، و same thing with girls إن هي عايزة اهتمام، عايزة attention، عايزة touch. فاهم؟ actually this is an important conversation، لأن أول مرة دي بتبقى أهم مرة، لأن على أساسها ممكن
الطريقة اللي انت هتمارسها بعد كده هتتشكل. اوكي، فاذا لو تجربة فاشلة هتأثر عليك جنسيا، ولو تجربة ناجحة جميل جدا you'll have a healthy sexual life. تمام. فأول تجربة انت وهي او يعني الكابل بيكتشفوا لأول مرة يعني ايه touch، يعني ايه ان الواحد يبقى together two people naked skin on skin، الكلام ده كله. ولو ثقافة بس جاية من أفلام أو إنترنت أو حاجات بره غير اللي جوه، فالموضوع هيقلب performance. هيقلب إن أنا همثل، أو إن أنا يعني ميكانيكي كده شوي، مش هيبقى heartfelt، مش هيبقى spiritual connection، مش هيبقى intimate. تمام. and this is dangerous. حتى لو أنت مش بتفكر في الجنس بالمنظر ده، جسمك بيفكر بالمنظر ده. اوكي، والجسم هو actually يعني هو الماستر، الجسم هو الرئيس في الحكاية دي طبيعي. تمام. فلما أول مرة لازم يبقى التركيز على مش أنا جامدة أو جامد قد إيه وهعمل إيه ونريتش orgasm، مش عارف الكلام ده كله. لا، you take your time and you take your time إن أنت يعني as a couple إن أنتوا تقضوا بس as long as you want just touching each other. foreplay, kissing. foreplay على فكرة is sex. احنا يعني sex ما هوش بس اللي هو intercourse، اللي هو penetration. No, sex starts with kissing. Sex sometimes can start with looking, talking, texting. Okay. We have sexual experiences just through our mind. And orgasms happen in our mind, not in our body. Okay. فبالتالي لازم يبقى الكونكشن اللي هتبتدي مش هتبتدي physically، هتبتدي with the mind, with the heart, spiritually. فأول مرة دي لازم تكون touch based بس، اللي هو finding out, exploring each other's body, touch، و finding out يعني إن أنت كمان مش بتفكر في حاجة غير 3 حاجات. temperature، درجة الحرارة. okay. sensation، بحس بإيه لما بلمس، أنا بحس إيه لما بمسك إيدك كده، أنا إيدي بحس بإيه. okay. و texture يعني ناعم، ملمس. الملمس عامل إزاي. حاجة تاني، عارف. فلما التركيز بيبقى في الحاجات دي بس، الاكسبيرينس بيبقى غير خالص. الاكسبيرينس بيبقى more focused على المتعة فعلا، مش البرفورمانس. فعكس البرفورمانس pleasure، المتعة. اوكي. تمام. فنصيحتي أول يوم إن أنتوا تقعدوا بطريقة بحيث إن هو إيه، مثلا أنا زي ما أنا قاعدة كده و my partner behind me. Okay. And just the focus is on touch from head to toe minus the genitalia. Okay. No touching genitalia. عشان يبقى الفوكس فعلا على the experience itself، على connection. Okay. مرة مرتين، ويعني take your time. يعني زي ما الموضوع ياخد لحد ما تتعودوا على بعض. بالظبط. لما تشيل موضوع الانتركورس من الموضوع، يعني التجربة دي ممنوع يحصل انتركورس. ممنوع يبقى فيه any penetration. لما تشيل penetration بتشيل الضغط، بتشيل pressure، بتشيل goal oriented thinking around sex. اللي هو الموضوع مش إن أنا لازم to come to the finish line or يعني do any performance. لا, it's just enjoying the sensation, just enjoying the touch, just experiencing each other in a way that is more connected, physically connected. والحاجة دي كمان بتشجع الست إن هي to feel safe، تحس إنها بأمان أكتر، فبالتالي هتتكلم وهتعبر وهتقول هي نفسها في إيه وإيه الحاجات اللي هي مش عايزاها وكده. ومش بس كده، هي كمان هتكتشف هما الاتنين هيكتشفوا في الموضوع إن هما في حاجات raises sensations هما ما كانوش شايفينها قبل كده أو واخدين بالها منها كده. يعني أنا بشتغل مع couple ساعات لما بديهم الواجب ده بيقولوا لي إن هما بيكتشفوا حاجات عن نفسهم عمرهم ما كانوا فاهمينها قبل كده. all these years and
والممارسات دي كلها. ف it's beautiful إن الواحد بس يركز على pleasure بدل performance. فالconversation نفسه بيتغير بعد كده لما أجي أتكلم مع my partner على what I felt and how I experienced it. فلما بنيجي من pleasure إحنا بنتكلم بقى على حاجة تانية خالص، وبنتكلم برضو على استمتاع مستوى تاني. فبالتالي الجسم ما بيبقاش مكان اللي هو إن أنا I'm just doing a performance أو يعني release ولا whatever. لا, it's a place of connection. تمام. و understanding, and through this connection I can know more about myself. هفهم نفسي جنسيا أحسن وهفهم my partner جنسيا أحسن. ف it becomes all about pleasure. اوكي طيب، دي بالنسبة لأول مرة. أعتقد ده هيخليكوا تعرفوا بعض أحسن، تعرفوا إيه اللي بيبسط الشخص التاني، تعرفوا تكوميونيكيتوا، تعرفوا تتكلموا أحسن. كان في جالنا سؤال، حد بيقول لو أنا سنجل إزاي أعرف إيه اللي بيبسطني؟ شوف الحاجات اللي هي draws your attention. يعني إزاي هتعرف الحاجات اللي طيب first of all determine what are you attracted to, what kind of body are you attracted to. مش شرط كمان physical، ممكن يكون أنت sapiosexual مثلا، اللي هو يحب المنتال كونكشن مع الشخص التاني. ممكن يكون طريقة كلام حد أو أصوات معينة، أو الناس مثلا عندها فتش طريق رجل معينة أو يعني جسم معين. عارف it's okay, let's normalize talking about this, you know. فأنت هتعرف يعني لما تبص على حاجة وبتجذب انتباهك أو بتخليك تحس بحاجة معينة، انتبه follow it. لأن أنت لو if you ignored it هتطلع لك بطريقة تانية. you can't afford to ignore it. اوكي طيب، في سؤال تاني أنا ممكن أرد عليه أصلا، اللي هو هل الاستمتاع الجنسي من أساسيات الزواج؟ one and down. it is. the fact إن أصلا السؤال ده مطروح يوريك قد إيه إحنا شطحنا، بالظبط، وقد إيه إحنا فعلا علاقتنا في خطر كبير. في حاجة يعني، بما إني داخل أكتر في عالم الرجالة وبشوف الجروبز الأندر جراوند اللي موجودة على الفيسبوك، في كونسبت معين عند بعض الرجالة، أعتقد هو كان ليه اسم بس مش فاكره بالظبط، اللي هو عايز مراته قديسة مش عارفة في أي حاجة، بس في نفس الوقت هو بيدور بره على الوايلد وومن، بس هو مراته لأ. ده it's a condition اسمه love lust condition. وموجود، مش حكاية كمان إن it's the virgin whore complex. بالظبط، أيوه هو ده اللي أنا كنت بدور عليه. وده للأسف نتيجة الكالتشر اللي احنا ثقافتنا اللي احنا متربيين عليها، فاهمين الناس اللي هي الست القديسة هي دي this is marriage material، والست الوايلد مش marriage material. الحقيقة إن الست فيها كل الجوانب دي، كل الست فيها كل الجوانب دي، فيها القديسة، فيها الوايلد وومن، فيها الميدن، فيها الواريور، فيها الكوين. احنا كستات احنا فلويد، والرجالة كمان. تمام. الراجل هتلاقيه في حتة المتدين، في حتة الواريور، في الحتة الحكيم. كل احنا this is who we are as human beings. النقطة هي ثقافتنا ساعات بتكبت ناحية وبتخلي ناحية تانية أعلى من الحتة التانية. وده بينشئ بني آدم مش متزن. احنا لازم نكون aware ان احنا فينا كل الميول دي، فينا كل الاركيتايبس دي، وإن ما كناش هنديها إذن إن هي تعبر عن نفسها في حياتنا، هتعبر عن نفسها بطرق مش حلوة. the dark side. okay. إحنا كلنا فينا dark وفينا light، بس إحنا we have to integrate both. فأنت يعني أنت مش مدي مراتك اللي أنت شايفها قديسة، مش مديها فرصة إن هي تعبر عن wild woman inside her. okay. وفي نفس الوقت انت بتروح تدور على الوايلد وومن دي بره. طب انت كده حرمت من نفسك من
جزء كبير قوي من العلاقة. بالظبط. انت لو اديتها الاحساس بالسيفتي هتطلع اللي عندها، لكن انت برضو مديها الاحساس ان هو لا، انت عامله زي نظره المدرسه اللي هو لازم يونيفورم معين وطريقه معينه وتعامل معين مع الناس والكلام ده كله. بس فبالتالي هو انت لما تفرض ده عليها، طب هي هتبقى لك الوايلد وومن ازاي؟ هم. اوكي، وهتدور بره. فهو الموضوع ده على فكرة يعني موجود ومحتاج علاج، يعني محتاج ثيرابي، لان أم، يعني انت كده حكمت على نفسك ان انت مش ممكن هتبقى في علاقة متزنة وهيلثي. بالظبط، علاقه صحيه. هتضطر ان انت تطلع بره عشان to express your needs. يعني طب انت اتجوزت ليه؟ لا، اتجوزت ليه دي بقى دي عايزه حلقات لوحدها. طيب، احنا دلوقتي في احنا زي ما قلنا ان مصادر المعلومات موجوده في كل حته، بس الانترنت برضو it's not really a safe place. فاحنا نجيب معلوماتنا منين؟ ده الجزء الاول من السؤال. الجزء التاني من السؤال ده من حاجات برضو انا شفتها. ليه الرجاله بتعمل اي حاجه زي انهم يسالوا ناس عشوائيين على الانترنت في جروبات برايفت عن مشاكل very very intimate، غير بدل ما يروح لحد متخصص يساله في المشكله اللي عنده دي؟ ترجع ان هو feeling safe. يعني الناس كلها خايفة انها تتكلم في المواضيع دي عشان ما حدش يحكم عليها ان هي pervert or يعني thinks about sex too much or يعني ميولهم perverted or whatever. الناس خايفة من حكم المجتمع عليها. فبالتالي لما يبقى عندك شلة صحاب لزاز ظراف what happens in Vegas stays in Vegas kind of thing، طبيعي. بس المشكلة ان انت مش فاهم ان اصحابك are just as clueless as you are. حتى الدون جوان، حتى اللي هو مع ست كل ليلة، the fact that he's with a different woman every day is a big question mark. okay. وكل واحد حياته او طبيعته الجنسية غير التاني، مفيش اتنين زي بعض، حتى التوأم مفيش اتنين زي بعض. وانت ممكن يكون عندك ميول مش موجودة عند حد تاني. الحمد لله دلوقتي في resources كتير online for free. تمام. ideally طبعا انت لو في مشكلة جنسية خصوصا in your relationship او معاك انت شخصيا لوحدك وانت خايف تخش علاقة عشان خاطرها، لازم تتكلم مع therapist، sex therapist. تمام. الناس دي عندها أجوبة مش موجودة، مش متاحة في public domain. okay. وممكن through therapy you can see things from a different lens or a different perspective، تشوف نفسك بطريقة تانية. الناس كتير احنا عشان خاطر الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها مع الجنس في المجتمع is so backward. عندنا كمية تحرشات جنسية وكمية يعني الحاجات الوحشة اللي بتحصل عندنا، الابيوس والكلام ده كله، ما هو نتاج ان الناس مش فاهمة هي عايزة ايه. فبالتالي لما تكبت نفسك هتطلع بالمنظر ده. الاحتياجات دي مش بتختفي، بتطلع بطرق مرعبة. okay. فعشان خاطر for your own health and for everyone else's sake and their safety لازم to seek help. speak to someone. وزي ما قلت في كمان حاجات free كتير وكتب ازاي، يعني very good books on sex now، غير طبعا من 10 سنين ولا من 20 سنة. من 20 سنة كنا بنروح ندور على طبيبك الخاص نشوف مشاكل عدد طبيبك الخاص. والحمد لله more and more Arabic speaking sex therapists يعني وللأسف مش كتير لسه، بس يعني they are coming. طيب، خلينا نسأل سؤال، يعني ايه consent وليه ده مهم؟ ده الجزء الأولاني. والجزء الثاني، هل في consent في الجواز؟ اوكي. عايز أجاوبك على السؤال الثاني بسرعة. yes. في دايما consent في الجواز. انت ممكن تكون يعني متجوزين 50 60 100 سنة وبرضه لازم you have to ask for consent. لأن زي ما أنا قلت في الأول، الست أهم حاجة عندها إحساس بالأمان. لو أنت مش هتعمل حتى اعتبار لرأيها، هتحس بالأمان معاك إزاي؟ أوكي. واللي بيحصل لما الست مش بتبقى حاسة بالأمان، بتحس بوجع، جسمها بيبتدي يقول لأ.
وهتحس بوجع ومش هتقدر اصلا تيجي جنبها تاني من كتر الوجع. مفيش حد هيستمتع بحاجه. هل الموضوع ده يستاهل؟ لا، ما يستاهلش. اوكي، انك تأذي نفسك وتأذي العلاقه وتأذي مراتك ما يستاهلش. فكونسنت absolutely. وعلى فكره معظم الناس are good with consent. هو للاسف طبعا احنا يعني في شواذ في الموضوع، يعني اقصد شواذ عن القاعده. وده بيبقى بحس ان هو نتيجه ان هم مش فاهمين يعني ليه الكونسنت مهم. الكونسنت، انت ممكن تكون نايم مع واحد النهارده والصبح you want to continue ومن حقها تقول لك لا. اوكي for whatever reason هي حر. she doesn't have to explain it to you كمان. مش مضطره ان هي تشرح لك ليه. انت عايزه تحس بالامان، احترم احتياجاتها ورغباتها. اوكي، امان الست فوق كل حاجه. شو يعني كقاعده ان الست تحس بالامان، خلي دي قاعده اساسيه في اي علاقه. لان اللحظه ان الست مش حاسه بالامان عشان تكسبها تاني to get her trust back شبه مستحيل. yes. خصوصا ان احنا شايفين ال violence against women شكله ايه. يعني احنا كستات عايشين في المجتمع ده شايفين how dangerous it is for us. فبالتالي احنا يعني heightened sensitivity around safety within relationships. أنا سألت السؤال ده عشان من ضمن الحاجات اللي احنا سألناها في الاستبيان بتاعنا كنا عاملين سؤال مخصوص للسؤال الوحيد اللي ما كانش لازم حد يجاوب عليه، كان اختياري. كنا عاملين سؤال للستات المتزوجات: هل تعرضت للاغتصاب الزوجي قبل كده؟ 17% قالوا وفي أكتر كمان 17% من 246 ريسبونس جالنا. 42 ست تعرضت من الناس اللي شاركوا في الاستبيان تعرضت للاغتصاب الزوجي. فأنا عايزك تشرح للناس يعني إيه أصلا اغتصاب زوجي، لأن بشوف على الجروبات لما خصوصا جروبات الرجالة لما بيطلع حد يتكلم عن الموضوع الناس بتتفه جدا من الموضوع إن هو مش فاهمة يعني إيه في حاجة اسمها اغتصاب زوجي. الاغتصاب الزوجي بيحصل بطرق مختلفة. أوكي، بيحصل طبعا فيزيكال اللي هو يعني بيهجم عليها من غير حتى ما يعتبر لها أي رأي في الموضوع. أوكي، وهي ممكن تكون resisting أو بتقول لا مش عايزة ومع ذلك he's doing it. أوكي، وممكن يعني الاغتصاب الزوجي بالذات حساس جدا، موضوع حساس جدا، لأن الست بتحس يعني ممكن تحس بعار إن هي مش قادرة إنها تكون الزوجة اللي هو عايزها، اللي هو مش قادر إن هي تلبي رغباته زي ما هو عايز، فبتحس إن هو it's her fault, she's the bad one, she's the bad wife. في حين actually لأ, she's being very normal and very human. يعني مش هو عشان خاطر هو عايز يبقى انت اوتوماتيك هتبقي انت كمان عايزة في نفس اللحظة اللي هو عايزها. No, it doesn't work like that. Okay, احنا our bodies have different clocks. والست بالذات clock بتاعتها it's predictable but it's also unpredictable for men. Okay, فدي من ناحية. تاني حاجة physically it's obvious. ممكن تحصل كمان verbally اللي هو يقول لها ايه حاجات زي ايه انت كده الملائكة وربنا هيلعنوكي، انت كده بتعملي حاجة حرام هتخشي النار، اللي هو playing on guilt and shame. اللي هو يعني الملائكة هتلعنك لغاية ما تقومي من النوم، انت ازاي ده حقي. How sexy is that when you say ده حقي؟ اوكي لو ما كنتش عايزاك دلوقتي عوزتك. How does that work يا جماعة؟ فممكن it can be verbally. أنا بهزر في الموضوع بس actually the الموضوع very serious. خصوصا الستات اللي هي takes their duty as wives and as women very seriously and committed to pleasing their husbands. يعني it's dangerous. فبيحصل verbally بيحصل emotionally. It's all manipulative. wow. Okay, وبيحصل ساعات very subtly اللي هو بس ده اغتصاب. لأن أنت اغتصاب يعني إن أنت بتعمل حاجة غصب عنك. خدت حق مش حقك بالقوة، خدت حاجة بالقوة. والبني آدم اللي قصادك الحاجات بتحصل غصب عنه، ملهوش رأي، ملهوش agency.
احنا اي وقت اي حد فينا بيبقى out of control او ملهوش agency، ده trauma على طول. ولما يبقى sexual trauma في البارتنرشيب، انسى. العلاقة الجنسية دي محتاجة repair جامد جدا، وممكن ما ترجعش زي أصلها. فكل الاكسبيرينسز دي حتى لما تبقى consensual بعد كده، بيبقى في حاجة جوه الست مش قادرة إنها تديها للراجل، لأن أنت خدت مني حاجة أنا ما كنتش جاهزة إن أنا أديها لك. أوكي. طب احنا جالنا سؤال من حد بتسأل ازاي اقدر اتعامل مع الاغتصاب الزوجي المتكرر، تعمل ايه؟ leave. مش سهل. خلينا ناخد الجانب التاني، ان هو دايما حل ان هي تمشي مش دايما مش متوفر لستات كتير، خصوصا في الشرق الاوسط. يعني I know this يعني for a fact، بس ultimately you have to leave. أنا مش عاقدة زينا للأسف. أوكي. خصوصا لو حد ما عندوش، يعني احنا بنتكلم على متكرر، فهو أصلا ما عندوش استعداد إن هو يعمل حاجة different. خلي بالك للأسف كمان إن يعني this is an example of إن لو كنتش هتتكلم في رغباتك الجنسية هتطلع بغباء، هتطلع بطريقة وحشة. This is exactly the example. في حين إن أنت if you had a conversation مع your partner to begin with، وقلت مثلا اتكلمتوا على، وعلى فكرة الستات they have the same fantasy كمان، اللي هو role play non-consensual non-consent. بس ده بيبقى في اطار معين اللي هو اطار الرول بلاي، والاتنين متفقين عليه. بالظبط. اوكي. فممكن يعني فاللي انا بقوله ان هو لو في حته الاجريشن دي or rough sex is a fetish, you can have it consensually. You just have to talk about it بدل ما انت تمارسها كده على طول. اوكي. عشان ما تأذيش حد. في نفس الوقت your desire or your need is fulfilled. اوكي. تمام. فاحنا مش بنتكلم على المثال ده، احنا بنتكلم على يعني الجانب المظلم من الموضوع. مش exactly. فبصراحة bottom line you have to leave and then get help. لأن أول حاجة لازم توقفوا مصدر التروما ده، علاج نفسي 1 2 ABC. You have to first of all end the source of the trauma، لأن ما ينفعش أنت تيجي تتعالجي بعد كده تروحي بعدها بيومين يغتصبك تاني. اوكي. هتقلب حاجة من اتنين، يا هتموتيه it's not funny بس it's sad. يعني أنا فاهمة طبعا إن معظم الستات ما بتبقاش عايزة تمشي، بس actually when you think about it seriously and you are determined to help yourself, you can do it. You will find a way and you'll do it. هو خليني بس برضو، هو الموضوع في مصر للأسف موضوع إن هي تمشي مش سهل. موضوع الثيرابي في مصر يعني في الوقت الحالي it's not accessible at all. السيشنز بقت أسعارها والناس ده أصلا لو لقيتي حد بيفهم في الموضوع، لأن هو أنا فاهم إن هو الحل الأمثل إن هي تمشي وتدور على مساعدة. بس لو ده مش accessible دلوقتي، عشان أنا دايما بحط نفسي مكان الناس التانية، لو ده مش accessible دلوقتي لحد ما تعرف تمشي ممكن تتعامل إزاي؟ مضلمة كده يا مش مضلمة، بس أنا عارف الرد اللي هيجي. أصل مش سهل فعلا إن هي تمشي. عايز أقول لك حاجة مهمة جدا في الحكاية. للأسف الست لما بتبقى في الوضع ده لمدة طويلة فعلا خلاص she develops a belief there is no way out. There's no way I can save myself from this. يعني هاخده معايا الأمر. ودي مرحلة لما الواحدة توصل لها بتخلي أي حاجة مستحيل. تمام. It's so much easier. بتبقى أسهل إن أنا أفضل أستحمل وأسكت، خصوصا لو في أولاد في الموضوع. هستحمل وأصبر عشان خاطرهم. أوكي. ممكن قوي إن أنا have an extramarital relationship. ممكن أروح برا و get my love and my needs fulfilled by another man outside the marriage. This is very common by the way. وعشان أستحمل القرف اللي أنا بستحمله في البيت عشان خاطر الركب بتاعتي. فإحنا we always find a way. بس النقطة هي sometimes the way is not the right way. نفس الeffort اللي أنا هعمله إن أنا
استحمل واجي على نفسي واموت نفسي في الموضوع، او ان انا ادور على fulfillment outside of the marriage. طب ما same effort decide، قرري او قرر ان enough is enough. وممكن قوي ما حدش is going to support me، عيلتي هتبقى ضدي، العالم كله يبقى ضدي، والكلام ده كله. Yes, that is a huge possibility. بس do you care? Does it matter? إن الواحدة لما بيبقى في الاغتصاب مرة واحدة خلاص الواحدة بتموت من جوه، مش بس متكرر. الموضوع كبير يا جماعة، والموضوع صعب إن الواحد إن أنا حتى أوصف لكم قد إيه كبير، لأن ما ينفعش إحنا نقعد نقول إن أنت تطلعي من جوازة صعب، أو تطلعي من علاقة صعب، أو يعني أنت تستحملي. الموضوع لا مفروض. لا لا لا، مش قصدي كده خالص. اللي انا يعني من الحاجات اللي انا بشوفها ان في ناس ما بقاش عندها القدرة المادية ان هي تطلع من الجوازة. يعني مثلا لو اهلها مش هيساعدوها، ولو هي هتطلع، لان للاسف ستات كتير في الوطن العربي بينتقلوا من ان هم financially dependable على الاهل للزوج. طيب لو هي طلعت من العلاقة دي وشايفة ان الحل الامثل ان هي تطلع، الاهل مش هيساعدوها وهي ما عندهاش اي مصدر دخل تاني. فعشان كده بقول لك مش حكاية ان هي تستحمل، عشان هو للاسف الحل التاني قد يكون مستحيل. يعني أنا كنت شايف حد بيتكلم عن ان في ناس كتير مستحملة ومكملة لانها لو طلعت من البيت هتقعد في الشارع. يعني لو طلعت من العلاقة التوكسيك دي، انا بتكلم على الوضع اللي موجود عندنا دلوقتي في الشرق الاوسط. وعلى فكرة أنا أعرف ناس كتير زي ما أنت بتقول الكلام ده، في الواقع برضه في ناس كتير بتقدر إن هي تطلع، وبتقدر إن هي تقف على رجلها وتدور على شغل build themselves from scratch. إحنا في الزمن اللي إحنا فيه ده ستات كتير هتشوفهم alone, single, independent and doing really well. بسبب الحكاية دي، لأن إحنا فهمنا، ستات فهمت إن لو أنا مش راضي عن وضع معين، أو الوضع ده مش مريحني، العالم بره ده مش هيساعدني في حاجة. لازم أنا أساعد نفسي، لازم أنا أقوم على رجلي. وبتحصل. وعلى فكرة it's more common than otherwise. أوكي؟ اللي انتوا الستات اللي شايفينهم they're strong, they're independent, they're resilient، الكلام ده ما جاش من فراغ. إن الواحدة تطلع من حاجة، من بيئة احنا comfortable, we know it is familiar، حتى لو مش comfortable بس احنا عارفينها، عشان نطلع من الكومفورت ده ونطلع على حاجة مش معروفة نهائي ومعتمدين على نفسنا 100%، ومفيش حد هيساعدنا. It takes a lot for a woman to create that for herself, create that change. فأنا اللي بقوله، أنا فاهمة أنت بتقول إيه، وفاهمة إن في ستات كده، والستات دي بالذات أنا بقول لها there is a way. أوكي؟ ما هواش فرض واقع مفروض عليكي. الواقع ده أنت اللي تقدري تغيريه. ما بتشتغليش دوري على شغل، اقفي على رجليكي، ما تعتمديش على إن أي حد هيساعدك. قومي تحركي. الحاجة اللي هتتقبليها على نفسك خلاص، then don't complain, just live with it. بس if you're complaining and you're not happy, then do something about it. بس اعتقد دي احسن طريقة ننهي بيها الحلقة. if you are complaining and not happy, do something about it في كل حاجة في حياتك. احنا لسه عندنا اسئلة كتيرة جدا، بس اعتقد ان احنا عملناها حلقة تانية لوحدها. نسرين انتي نورتيني النهاردة. تحبي تقولي اي حاجة قبل ما نقفل؟ أحب أقول يا جماعة start talking about sex, start normalizing talking about sex. ولو عندكم أي أسئلة بعتوها لعمرو، we'll discuss it, we'll talk about it. تمام ان شاء الله. بس في نفس الوقت أهم حاجة برضو if you want to talk about sex, ask for consent to talk about sex. ما ينفعش إن أنت بس to walk up to someone and just start talking about sex. بالظبط. نقطة مهمة جدا. Appropriate space. بالظبط. نورتينا تاني يا نسرين. كانت حلقة لطيفة جدا، وإن شاء الله نعمل الجزء التاني أقرب. أنا عمرو خاطر، ودي كانت سكة سفر. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.